السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل فشار. الجو بدأ يبرد ويحتاج الحاجة السخنة والتسالي. لكن أنا عاملاه بغرض إن احنا نعمل لأولادنا وهم رايحين المدرسة. نبص نلاقي في المدارس الناس قدام المدرسة واقفين بعربيات الفشار وعربيات الترمس، والطلبة بياخدوا منهم. والواحد بصراحة ما بحبش اشتري اي حاجة خالص من بره يعني. فالمهم نفضل ان احنا نعمل كل حاجة في البيت. فالنهاردة ان شاء الله هوضح طريقة عمل الفشار في المنزل وتجهيزه للاولاد. جبت حلة تكون مناسبة لعمل الفشار الكمية اللي انا هعملها، وجبت الزيت بحط قليل من الزيت. بعد كده بحط الفشار الحلة، اقلبه بحيث ان يكون الزيت يعني يكون بالشكل ده، مش مغطيه بس، ولكن الفشار يكون الزيت مناسب للدرجة دي يعني. بعد كده ان شاء الله اول لما يسخن هبدأ اغطيه والنار عالية. بتعمل والنار عالية مش النار واطية. بحط الزيت وببدأ بقلب فيه كده عشان كل حباية ذرة تكتسر من الحرارة وتبدأ تفشر بالشكل ده، واغطيه والنار بتكون عالية. بيكون متغطي بالشكل ده والنار عالية، موطهوش علشان ما يسمطش. بعد ان شاء الله ما يبطل طقطقة اوطي النار واشوف عليه واشوفه عمل ايه. ما شاء الله فشر خالصة وملا الدنيا. الفشار الحلة اتملت على الاخر اهيت وبطل طقطقة، فانا وطيت النار كده. الفشار خلص اهوت في ثواني، ما خدش اي وقت. بفرغ الفشار اهوت، وما شاء الله ولا حبايه محروقه ولا حبايه مغمضه ما فتحتش، وملينا طبق كبير جدا اهو. بعد كده فرغته انا في طبق اهوت. بجيب قليل من الملح وارش عليه قليل من الملح، كاني بحط كده ملح بسيط جدا زي بحط على البطاطس، وابدا اقلبه بالشكل ده. وده طريقة عمل فشار في المنزل. الواحد يتسلى في أي وقت بيكون سخن، أو نعبي الفشار ونحطه في أكياس ونديه لولادنا وهم رايحين المدرسة، نبقى مطمئنين إن هم بياكلوا حاجة نظيفة. وكده أكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.